challenging بعد كده التحاليل اللي هي الخاصة أو الspecialized لتخصصات معينة. دي روشتة واضحة، بس إحنا حبينا نشرح فيها إيه الغرض من التحاليل، وليه طلبت التحاليل دي بالذات، وليه في يوم معين. هنراجع تخصص الدكتور، هنلاقي دكتور برضو نسا طالب تحليل FSH و LH. الحاجات دي اسمها الجونادوتروبينز، فوليكول ستيميوليتنج هرمون واليوتينايزنج هرمون. هو طالبها في تاني يوم الدورة علشان عايز يشوف المستوى بتاعها البدائي. المفروض ان الدورة بتاعت البيريود بتبقى متقسمة لثلاث مراحل. المفروض ان الدورة بتتقسم لثلاث مراحل، في مرحلة ما قبل التبويض والتبويض وما بعد التبويض او خروج البويضة. المراحل دي كل مرحلة فيها بيبقى فيه مستوى معين للهرمونات نقدر نحكم من خلاله البيريود ماشية بانتظام ولا لا، او فيها لخبطة او فيها مشكلة. فالدكتور بيطلب تاني يوم الدورة او تالت يوم الدورة، لان دي المفروض البيزك بتاع الهرمونات، يعني دي اقل مستوى للهرمونات المفروض تكون فيه. طب لو لقينا ان فيها لخبطة او فيها علو معين بنسب معينة، يعني لو الاف اس اتش عالي والال اتش عالي، كده في لخبطة في الفوليكل ستيميوليتنج هرمون والليتونايزنج هرمون. الجسم معليهم علشان يحفز حاجة معينة، أو هو محفز عن طريق حاجة معينة. ودي بيحصل فيها زي مثلا البي سي او ده اللي هو البوليسيستيك اوفري او التكيسات على المبايض. بيبقى فيه بويضات خرجت، والكيس بتاعها اللي هو اليوتيال بودي ما زال موجود بيفرز هرمونات، او ما زال بيدي للجسم اشعار ان انا لسه موجود، ولا ما تنزلش مستوى الهرمونات ده. فبالتالي الست بيحصل عندها تأخر في الإنجاب، لأن هو الجسم مدي حالة وهمية إن هي حامل، او ان الجسم الابيض ده موجود بيفرز ما زال الهرمونات دي.